بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية يا رب. هنعمل النهاردة يعني هتكلم عن ازاي نتخلص من ترهلات وخطوط الجبهة وال111 بطريقة صح عشان تبقى ناجحة ونستفيد أكتر إن احنا نتخلص من التجاعيد والترهلات أو الخطوط العميقة أو السطحية أيا كانت أي خطوط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إيه؟ أول معلومة عايزة أقولها لكم، مساج من غير تمارين ما يديكش نتيجة، ما يديكوش نتيجة. المفروض إن أنا بعمل تمارين للسبب، بقوي العضلات والأربطة اللي هي سبب الخطوط دي. الخطوط دي أو التجاعيد أيا كان درجتها بسبب ضعف في الأربطة والعضلات. مع الوقت بيحصل من كتر، طبعا ممكن في العشرينات واقل من كده يحصل خطوط للجبهه. ليه؟ لان الجبهه اكتر حاجه احنا بنتفاعل بيها كده كده كده. ايه ده؟ مش على طول الوقت، حتى واحنا نايمين بنحلم بنحرك عضلات الجبهه كتير فبيحصل ارهاق. طب انا عايز اوصل لنتائج هايله، يبقى تسمعوني كويس قوي وتطرطقوا لي ودانكم. طرطقوا ودانكم. اول حاجه عشان اتخلص من خطوط الجبهه 100%، اعمل مساج لفروة الراس، اعمل مساج للجمجمة، اعمل تمارين عميقة للجمجمة. ده سهل؟ سهل. اول حاجة اعمل مساج لفروة الراس، هحط لكم رابط في صندوق الوصف ازاي نعمل مساج لفروة الراس. هتستفيدوا ان شعركم هيتقل وهيطول، وتحفيز لمادة الميلانين المسؤولة عن الشيب، وهتتخلصوا من التجاعيد بتاعت الوجه بالكامل بسبب، يعني شوفوا ده. يعني هقول لكم ايه، اللسان والجمجمه هم يعني اهم حاجه في سبب الترهلات والتجاعيد. طبعا انا اتكلمت عن اللسان قبل كده، هتكلم بقى ازاي اتخلص عشان اركز. انا ببقى عايزه والله اقول لكم كل حاجه في الفيديو، فكده الفيديو يطول مني قوي. فهبدا بتمرين عشان اقوي عضلات اللي هي مسؤوله عن الخطوط دي. هعمل كده الاول، هنقر كده. التنقير ده مهم قوي، ما تستهتروش بيه. التنقير ده بيحفز الاوعيه الدمويه الدقيقه جدا اللي تحت الجلد، وبيبعت اشاره للمخ ان احنا هنشتغل. فبعت لنا بقى شويه كولاجين كده من عندك واستيلين ومش عارفه ايه، فاهمني؟ وطبعا تحت العين بعمل وانقر على راسي كده. ما تنسوش الكتاف. برضو عايزه اقول كل حاجه. لازم تشوفوا الفيديوهات، هحط لكم كده من فيديو في رابط في صندوق الوصف اللي هو بيبقى تحت الفيديو على طول. بحط ايديا كده واشبك صوابعي كده، وابدا ارفع عضلات الداخليه للجبهه. انا ما بحركش، ما بعملش كده ولا ليها لازمه، بالعكس هتزيد الطين بله لما اعمل كده. انا بحرك العضلات الداخليه والاربطه العميقه، العضلات العميقه للجبهه. وانا بعمل كده هتلاقوا، عشان تعرفوا ان التمرين ناجح، ان بحس بالعضلات بتاعه الجمجمه من جوه بتتحرك، بحس العضلات هنا بتتحرك، وبحس العضلات هنا بتتحرك لغايه الكتف وفي قفايا من ورا. كده يبقى انا بعمل التمرين صح. خلاص. هنعمل التمرين ده ازاي يا نادية؟ ماشي، هنعمل 10 عدات. يعني كده 1 2. طبعا مش هبقى، لا انا باخد نفس عميق كده واسترخاء، وبحط ايدي كده وانا بستمتع بقى بالتمرين. اعمل 10 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده اول يوم لو انا هبتدي من النهارده. تاني يوم ازود 5 أو 10، المهم لغايه ما اوصل 50 عده. بعد ما اوصل 50 عده
هعمل العدات دي أسبوعين، 50 عدة كل يوم، 5 أيام في الأسبوع. الأسبوعين اللي وراهم أوصل ل100 عدة، برضو 5 أيام في الأسبوع. الأسبوعين اللي بعديهم هيبقى كده شهر ونص، أبقى أوصل ل150 عدة. التمرين ده مفيد جدا لكل العضلات الداخلية للجبهة، هيخلصك من خطوط الجبهة، وكمان هيحفز لك العضلات، وهيحفز لك الكولاجين، وهيحفز لك الدنيا، تبقى جميلة. مهما كانت الخطوط عميقة، مهما يعني هقول لكم ايه، هتشوفوا النتائج بنفسكم. بعد كده هنعمل ايه؟ المساج. النقط هنا عند المثلث بتاع الحاجب في نقطة، لما احط صباعي كده في صباع ده بحس بنبض تحت الصابع، بعمل مساج لمدة دقيقة. بعدين اطلع هنا في النص برضو بحس بنبض لمدة دقيقة، لغاية هنا دقيقة. ده مساج الجمجمة بالنسبة للجبهة. طبعا بقية الوش هنتكلم فيه بعدين. المهم باجي هنا وبعمل مساج لمدة دقيقة كده كويس. ببدأ بقى أعمل الجلد كده برفق، ما بسحبش الجلد. امنعوا ان انتوا تسحبوا الجلد كده. بصوا انا ايه، هوريكم كذا طريقة دلوقتي. ممكن احط صباعي كده، مش ممكن، لازم. بعمل ايه، الخلية نفسها مش بالجلد بس، باخدها كده بين صابعي وافركها بالراحة كده، افركها كده بالراحة، وهكذا اللي بعديها، زي ما وريتكم في اول الفيديو وانا بعملها لل111. وامشي كده لغاية ما اوصل هنا، وبعدين اطلع هنا. شو بشرح لكم بقى ايه ومدلعكم على الاخر، دلعوني بقى كويس. عملنا دي وعملنا دي، ابدا اعمل كده مساج لغايه ما اوصل هنا. خليكم حريصين دايما ان ده الخط ما يبقاش فيه هنا، بتبقى فيه خط من السموم اللي هي بتاعت السائل الليمفاوي، بتتراكم هنا وبتسد، بتعوق الدورة الدموية تروح وتيجي. مفيش دورة دموية يعني مفيش غذاء، مفيش كولاجين، مفيش استرين، مفيش. فعشان كده بتحصل برضه التجاعيد. فبحط صوابعي كده، ايديا كده، وبعمل كده، بضغط ضغط خفيف. بضغط ضغط خفيف كده. بصوا، 1 2 3، واروح دايسة متوسط، يعني ضعيف ضعيف ضعيف، بعدين متوسط، ضعيف ضعيف، متوسط. خلصت المساج. في طريقة تانية برضه هوريها لكم. بجيب الجلد كده، بجيب صوابعي دي كده، واجيب كده وباخد الخلية نفسها كده، وامشي بيها لغاية ما اوصل هنا، وبرضه من فوق بعمل مساج بالطول وبالعرض، مساج بالطول وبالعرض. بعد كده انا خلصت، فبعمل واعمل تصريف للسائل الليمفاوي، انزل بيه. ما ننساش تحت الابط، ها، تصريف السائل الليمفاوي بيتخزن تحت الابط وعند عظمة الترقوة. سهل وهين نتخلص من التجاعيد، بس نعمل صح. نشتغل على العضلات العميقة للجمجمة، نشتغل على السبب مش العرض. الجلد ده هو الغطاء، كل الجلد ماسك في بعضه،
ما ننساش نعمل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديوهات، اللي هو الكتف وتحت الابط والخلف الرقبه هتشتغلوا صح هتوصلوا لنتائج هايله جدا، وهتبقوا مزقططين وفرحانين. طبعا مفيش جمال من غير صحه، الصيام المتقطع مهم. الخضروات المخمره مليانه فيتامينات ومعادن. الصيام المتقطع بيقوي المعده وبيخلي حمض المعده قوي، بيهضم الاكل كويس قوي، فبنستفيد بالفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الاكل والشرب بتاعنا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين ايه الحاجه اللي انا ما عملتهاش واعملها لكم، وقولوا لي كلام حلو بقى وانا هقول لكم كلام حلو، واشوفكم على خير. جمال صحتي من الطبيعة بس